بكم يا أصدقائي. شفنا أحداث الحلقة 166 واللي جاوبت على أسئلة كتير من الحلقة اللي قبلها، وزي ما توقعنا تسميم غونجا واللي كانت المقصودة السيدة بيجوم علشان يحصل نزاع ما بين القبائل اللي بتدعم السيد عثمان. واتسألنا يا أصدقائي هل القائد لوكاس ورا الأمر ده، وهل استخدم هوليفيرا بدون قصد؟ وفعلا وصيفة هوليفيرا هي اللي عملت كده بتوجيهات القائد لوكاس. كمان قدر السيد عثمان يفتح قلعة قرادين عن طريق تسلق الأسوار، وقدر ينقذ السيد علاء الدين، وزي ما توقعنا أعطى إدارة القلعة للسيدة بيجوم على عكس رأي السيدة بالا. بس السؤال اللي هنعرف إجابته الحلقة الجاية، هل هتقدر السيدة بيجوم تحافظ على القلعة؟ لأن زي ما شفنا القائد لوكاس مخبي جنود في ممر تحت القلعة ومستني اللحظة المناسبة علشان يسترد القلعة تاني. من ناحية تانية اتجدد الصراع على الأمانات المقدسة، وزي ما توقعنا ان القائد لوكاس قرر يعطيها للسيد قراص في مقابل انه يمنع السيد عثمان من التقدم ناحية بيزنطة. لكن قدر السيد عثمان بذكائه يحصل على الأمانات المقدسة، واللي هتفرق معاه كتير في منع مشاكل كتير كانت هتعطله عن الفتوحات. كمان شفنا رجوع هوليفيرا للقبيلة، واللي شافها السيد أروهان فرصة انه يطلب الزواج منها، وكمان حذرها من القائد لوكاس، واللي بعدها بيكتشف تعاون هوليفيرا مع السيد أروهان وقرر زواجها من محارب بيزنطي. كده هنتابع يا أصدقائي الحلقة الجاية واللي هنشوف فيها هل أروهان هيقدر يمنع فيها زواج هوليفيرا، وهل هيقدر القائد لوكاس يستعيد قلعة قرادين، وهل هيكتشفوا مين اللي سمم غونجا، ولا هتكون السيدة هازال الضحية. كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في الفيديو الجاي، تابعونا.